هذه عائلة كنت عندها في لندن، زوجها اسمه براين وهي سو، وجاني رسالة محزنة وشافتني يبكي العجوز. وش يبكيك؟ قلت أنا كذا بخليني يبكي، خليني يبكي يا براين ويا سو. خلوني يبكي يا براين ويا سو، وهذه سوات اللي دياره بعيدة، تو العيون تهل عبراتها، وتو القلم ينظم بيوت القصيدة، وهنا يحيم في الجزيرة تسلوا، فاليوم يطرقهم حياة جديدة، وانا بلندن من كويك اللي يقو يفعل بي الخالق على ما يريده. يراك وانا بلندن من كويك اللي يقو يفعل بي الخالق على ما يريده. يراك باللي مشيها يقطع الدو من قبل تصنع، شجعتها الجريدة صناعها في صنعها قد تروى وتنشر، دعايتهم سنين عديدة نفاذة ما تسبح إلا على جو تسمع لها، تحت الكواكب وقيدة جناحها ينسف ضباب من النو، ضخات غيم ممزون سديدة اللي ينفرج بين الصواعق، لها فوع بروز ماصل زيد الكيل، سيد الترمك ويسبق صوتها، شعت الضوء خواتها صارت عليهم فريدة. يهي يلي في ظهرها تساووا، أنا أشهد النفوس أهلها سعيدة، ودوا كتابي يا طروش وتعنوا، ورموه في بطن الرياض بريدة، ما لقيتوا علم ولا تحروا واستفسروني بالعلوم الوكيدة. هذاك ناسي مع ربوع انت ناسه وما كان ينسانا وابوها الفقيدة.